احنا ما عندناش اي نيه ان احنا نعمل صفقه تبادليه، بما يعني ان مؤمن زكريا هيتباع بالفلوس، لكن مش هيبقى فيه لاعب قصاد لاعب. ده مرفوض بالنسبه لامبي. كمان بيقول وبيؤكد انه امبي ليها 3 مليون و200 الف جنيه باقي من صفقه اسلام عوض. الله يكون في عون مجلس اداره نادي الزمالك، عمال يدفع فلوس لصفقات لم يبرمها ولم يعقدها ولا له اي دخل بيها، واتحطت ارقام فيها تجاوز كبير جدا فيما يتعلق بالقيمه الرياضيه الحقيقيه للاعبين. لكن مع كل اسف الوضع الطبيعي ان المجلس الحالي هو اللي هيشيل مشاكل الماضي، بيشيل مشاكل اجوجو حتى الان، بيشيل مشاكل لاعبين اخرين منهم شيكابالا وغيره حتى الان. اسلام عوض اللي لم يستفيد منه النادي فنيا على الاطلاق، مطلوب دلوقتي 3 مليون و200 الف يدفعوا. امور الحقيقه الله يكون في عون الزمالك فيها. النهارده ايضا رضا العزب وابو جبل ما سافروش مع نادي الزمالك الى الجونه. الكلام ان هم مصابين، انا بقول لحضراتكم انه رضا العزب تحديدا على ابواب الاعاره للنادي المصري. رضا العزب على ابواب الاعاره للنادي المصري، لانه واضح ان فرصته في المشاركه مش هتبقى قريبه. وده اللي احنا دايما بنقول، لما يبقى في اكتر من لاعب في مركز واحد لا مانع على الاطلاق، لا مانع على الاطلاق. ما دام عندك 3 لعيبه في مركز واحد، عير واحد خليه يشتغل ويلعب ويتحرك، انت تقبض، هو يستفيد، يرجع لك في افضل صوره. نشوف تقرير النهارده من نادي الزمالك. ايه رايك في معسكر الجونه مبدئيا؟